السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم. اليوم راح نسوي برياني دجاج بطريقة بسيطة وطعم مختلف تماما، كلش راح تحبوه. أتمنى تجربون الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. قبل ما نبدي، إذا كانت هذه أول مرة تشوفون بها قناتي أتمنى تشتركون بها وتنورونا. إذا حبيتوا الوصفة مالت اليوم لا تنسون تخلونا لايك من إيدكم الحلوة حتى تدعمونا الفيديو والقناة. وهسه راح نقول بسم الله ونبدي بتحضير هذا البرياني الرهيب. عندي هنا صدر دجاجة كاملة، تقريبا نص كيلو من صدور الدجاج، قطعته بهالشكل هذا بشكل شرائح طولية. وأكيد طبعا كمية الدجاج حسب عددكم، حسب الكمية اللي انتم تريدون تحضروها. راح أتبلها تتبيلة بسيطة عبارة عن بهارات قص الدجاج ويا شوية من الثوم الباودر، بصل باودر والملح. راح أخلط الدجاج ويا هاي التتبيلة البسيطة، وإذا تحبون تتركوها كم ساعة بالتتبيلة حسب رغبتكم. إذا تحبون رأسا تبدون تطبخوها مثل ما أنا سويت فأيضا ممكن. هسه راح نجيب مقلاة واسعة ونخلي بيها كمية بسيطة من الزيت النباتي، ونخلي المقلاة على نار وسط، وننزل شاورمة الدجاج أو قص الدجاج اللي حضرناه، ونبدي نقلبه بكل الاتجاهات. الأفضل إنه تستخدمون مقلاة واسعة، أولا يسهل عليكم تحريك صدور الدجاج، وأيضا تستوي كلها بنفس الوقت، ما تنزل سوائل أثناء الطبخ. فالأفضل يعني تستخدمون مقلاة واسعة. ونبقى بهالشكل هذا نقلب صدور الدجاج ونفرشها على كبر المقلاة حتى كلها بنفس الوقت تستوي وتوصل ويانا لهاي المرحلة. تقريبا راح تاخذ وياكم أقل من 10 دقائق لأنه بسرعة تستوي. شوفوا هنا دا أشوفكم إياها شلون صارت طرية ومستوية وتجنن، دايبة ذوبان. أهم شي النار مالتكم تكون متوسطة وتستمرون بالتقليب حتى بسرعة تستوي. هسه لازم نضيف شوية كاتشب، أولا ينطي طعم كلش طيب ويخلي عندنا صدور الدجاج أو الشاورما تنحمس، تاخذ لون حلو ويصير عندنا النكهة ولا أروع. ضفت تقريبا ملعقة طعام واحدة من الكاتشب، قلبتها ويا صدور الدجاج تقريبا دقيقة واحدة مو أكثر. مجرد أخذت ويانا هذا اللون الحلو خلاص صارت ويانا جاهزة. راح أرفعها وأخليها بعدين يعني إلى حين ما أبدي أصب البرياني مالتنا. هسه ايش راح نسوي؟ راح نجيب حبة بصل متوسطة نقشرها ونقسمها بالنص، نص نثرمه ونخليه ويا الحشوة، والنص الثاني نثرمه ونخليه ويا التمن أو الرز. بعدين نرجع نجيب مقلاة واسعة نخلي بيها شوية زيت ونبدي نحمس النص الأول مالت البصلاية اللي ثرمناه إلى أن يذبل عندنا البصل. بعد أن يذبل عندنا البصل راح أنزل عليه كوب من الشعرية وأبدي أحمس الشعرية ويا البصل. بقيت أحمس الشعرية إلى أن وصلت ويانا لهذا اللون الحلو، ما أريد يعني يتغير لونها هواية ويصير على السواد، شكلها حتى بالتقديم ما حلو يصير. ويانا توصل هاي المرحلة كلش ممتاز. راح أضيف هسه ملعقة طعام واحدة من الزيت النباتي وأنزل جزر وبازاليا. طبعا الجزر والبازاليا هذه مسلوقة ومستوية بس لازم أنطيها حمسة بسيطة حتى طعمها يكون طيب. فراح أقلب هنا شوية وهنا شوية وبعدين أخلط كل المكونات مع بعضها، وتقريبا أقلبها في دقيقتين 3 بس على مود الجزر والبازاليا ياخذ طعم الحمص الطيب. أرجع وأذكركم إنه الجزر والبازاليا مسلوقين ومستوين. استخدمت أني البازاليا اللي تجي مجمدة بأكياس، والجزر أني أقشره وبعدين أسلقه وأقطعه وانطيته غلوة بسيطة بمي وملح ويا البازاليا. وبعدين صفيتها وضفتها ويا الشعرية والبصل، ومثل ما شفتوا حمستها شوية. بعدين ضفت عليها الملح والكاري وأيضا قلبت المكونات مع بعضها شوية. هسه آخر شي راح أضيفه هو المي، كمية المي بحيث يعني ما ترتفع هواية فوق الشعرية، مجرد تغمرها بهالشكل هذا اللي تشوفوه على مود ما تعجن ويانا بهالشكل هذا. هسه راح نغطيها ونتركها على نار وسط إلى أن ينشف عندنا المي بالكامل، بس ضروري طبعا تراقبوها لأن المي ينشف وياكم بسرعة. هسه بهاي المرحلة نشف المي اللي ضفناه. راح نقلب المكونات شوية، بعدين أنزل عليها كمية من البطاطا المقلية، مكعبات مال بوتيتا ملحتها وقليتها باستخدام القلاية الهوائية. تقدرون تقلوها بالزيت، تقدرون تشوها بالفرن اللي يريحكم. ضفتها فوق الحشوة قلبتها شوية، وهسه راح أرجع أغطيها وأتركها على نار هادئة تقريبا 5 دقائق مو أكثر، كلش كافي. راح تستوي ويانا الشعرية وتتهدر والحشوة ويانا تصير ولا أروع. طيب هسه كملنا إعداد الحشوة وكملنا إعداد الدجاج. آخر شي راح نحضره هو التمن مالتنا مالت البرياني، طريقة بسيطة وطعم طيب. راح نجيب جدر نخلي بيه كمية من الزيت النباتي ونص حبة البصل اللي خليناها تركناها على جنب. راح نثرمها ناعم ونبدي نحمسها. أول ما نشوف عندنا البصل بده يذبل
راح نضيف عليه كمية من التوابل اللي هي بهارات البرياني، شوية من الكركم، شوية من النومي بصرة، 3 حبات من الهيل، ونصف مكعب ماجي فتفته وضفته. اللي ما يحب يستخدم مكعب ماجي تقدرون تلغوه، اللي عنده مي دجاج مثلًا باقي عنده أو مفرزة تقدرون تستخدموه، للأسف ما كان عندي فاضطريت أستخدم نص مكعب من مرق الدجاج ماجي. هسه نزّلت كوبين من الرز أو التمن مغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة، صفيته وضفته، وضفت أيضًا حبة متوسطة من الطماطة قشّرتها وهرستها باستخدام محضرة الطعام وضفتها. طبعًا أني ما كنت أخلّي طماطة مبشورة بالبرياني، لكن مرة شفت بالتلفزيون أبو مطعم دا يطبخ برياني وخلّى بيه طماطة مبشورة، فجرّبتها وكلش، كلش حبيت الطعم. أنتم همينة جرّبوها كلش راح يعجبكم. ضفت أيضًا كمية من المي، وضفت كمية من الملح، كمية المي مثل ما تشوفون تغطي عندنا التمن، وأكيد كمية المي تعتمد على نوعية التمن اللي تستخدموه. أيضًا ضفت الملح، قلبت المكونات مع بعضها، راح أغطي الجدر وأتركه على نار وسط إلى أن ينشف المي بالكامل. بعد أن ينشف المي عندنا بالكامل نقلبه تقليبة بسيطة، ونترك الجدر مالتنا على نار هادئة لمدة نصف ساعة. خلال هذه النصف ساعة نقلب التمن مالتنا 3 مرات، كل 10 دقايق تقلبوه مرة، وهاي طبعًا النصائح لخواتي المبتدئات، بس لازم أذكر لهم كل شي بالتفصيل. فبعد مرور نصف ساعة مثل ما قلت لكم نقلبه 3 مرات، راح يوصل ويانا التمن لهاي المرحلة، يكون مستوي ومفلفل والحباية مالت التمن طرية وتجنن، لأن خلينا طماطة مبشورة ويا المكونات اللي ضفناها، صدق طعم مختلف، صدق صدق طيب، جربوه إن شاء الله يعجبكم. طيب هسه كل شي صار عندنا جاهز، خلينا نبدي نهندس طبق البرياني مالتنا لهذا اليوم. أكيد طبعًا إذا حبيتوا تقدمون البرياني بهذا الشكل، تصبون التمن بعدين فوقاه الحشوة بعدين فوقاه الدجاج يرهم، أو حبيتوا تخلطون كل المكونات مع بعضها وتصبون التمن مثل ما سوينا ويا برياني اللحم، فأكيد ممكن. كل الطرق خير وبركة وكلها نفس الطعم، إن شاء الله تجربوها بهاي الطريقة وتاكلوها ويا أحبابكم بألف صحة وعافية. قبل فترة أيضًا سوينا برياني اللحم وأيضًا كان بطريقة مختلفة، وقلت لكم انسوا كل الطرق السابقة وجربوا برياني اللحم بهاي الطريقة. صدقوني بنات طعم مختلف كلش كلش طيب. أني دائمًا أسوي تحديث للوصفات مالتي، من أشوف بالتلفزيون مثلًا واحد دا يطبخ برنامج، أحد ينطي نصيحة، مرات من التعليق آخذ فكرة جديدة، وأجربها تطلع وياي كلش طيبة، فرأسًا أشاركها وياكم. لا تخافون من التجديد، هواي بنات كتبوا لي وين أكو برياني بيه طماطة، وين أكو برياني تحطون عليه لوز. لا أكيد طبعًا الطبخ ما بيه قواعد، هو فن وذوق، وبالنهاية كل واحد ياكل الشي اللي يعجبه واللي يرتاح بطعمه. جربوا دائمًا لا تخافون من التجديد، جربوا نكهات مختلفة، طرق جديدة، إلى أن توصلون للمذاق والنكهة اللي أنتم تعجبكم. هنا دا أشهيكم شوية حتى تقومون تجربون الوصفة، وإن شاء الله على قلبكم بألف صحة وعافية. وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم، يا رب يكون عجبكم وخدمكم. إذا حبيتوا الوصفة انطونا لايك. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.